السلام عليكم ورحمة الله. مفاجأة مدوية بشأن قائمة منتخب الجزائر التي ستخوض كأس العرب بقيادة مجيد بوقرة. هنعرف كل تفاصيل خلال هذا الفيديو القصير المختصر المفيد. ولكن عزيزي المتابع، طالما وصلك هذا الفيديو ما تنساش انك تشرفنا وتشترك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده نشوف العدد من الناس. واذكر الله وصلى على النبي اهم شيء. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. ذكرت التقارير الصحفية من داخل الاتحاد الجزائري أن مجيد بوقرة المدير الفني الجديد لمنتخب المحليين قد استقر على القائمة الموسعة التي ستخوض كأس العرب في عام 2025. وهنالك العديد من المفاجآت سواء على خط الهجوم، وسط الميدان، الدفاع، حراسة المرمى. وكل اللاعبين الكبار الذين يلعبون في الدوريات العربية سيشاركون في هذه البطولة. يعني مثلا في الهجوم سيكون رياض محرز ويوسف البلايلي وآدم والناس، وأيضا إسلام سليمان وأندي ديلور وبغداد بنجاح وبنيطو، لاعبين كثر. وأيضا في وسط الميدان سنشاهد ياسين إبراهيمي وحسام عوار نجم نادي الاتحاد السعودي، وأيضا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا اللاعب أحمد قندوس الذي يلعب في الدوري المصري. وأيضا سيكون حاضر ريس مبلحي ويوسف عطال ومحمد الأمين توغاي، وأيضا رياض بودبوز وغيرهم من المحترفين في الدوريات العربية. ويسعى مجيد بوقرة لتحقيق اللقب الثاني على التوالي بعد اللقب الأخير في 2020 عندما انتصر منتخب الجزائر بقيادته هو شخصيا على كل المنتخبات الكبيرة في البطولة. وطبعا تعادل مع مصر في دور المجموعات. شاركنا رأيك في الكومنتات أخي الكريم، لايك واشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.